بيك في بودكاست كلمة ونص. هنا بنختصر لك فكرة أو فكرتين من كتاب في أقل من 10 دقايق. اسمع، فكر، واطلع بحاجة. كلمة ونص تكفي وتزيد. في ناس كتير بنقابلهم عباقرة في الدراسة، شاطرين في التحليل، حافظين كتب، لكن في الشغل أو العلاقات مش عارفين يتصرفوا. وفي ناس تانية مش أشطر ناس أكاديميا، بس بيعرفوا يقروا اللي قدامهم، يختاروا الوقت المناسب للكلام، وكمان يحققوا نجاح باهر. يا ترى ايه الفرق؟ النهاردة في كلمة ونص حلقتنا من كتاب مميز جدا، وهو الذكاء العاطفي لدانيال جولمان. هنتكلم فيها عن الفرق بين الذكاء العقلي والذكاء العاطفي، وازاي الذكاء العاطفي ممكن يكون هو سر النجاح الحقيقي. وعشان نفهم الذكاء العاطفي مهم نفرق بينه وبين الذكاء العقلي. فخلينا نتعرف الأول عن الذكاء العقلي. ايه هو الذكاء العقلي أو ال IQ؟ هو المقياس لقدراتك التحليلية، فهمك للمعلومات، وسرعتك في حل المعادلات واستيعابك للمنطق. هو اللي بيخليك تتفوق في الامتحانات وتدخل كليات قمة وتشتغل في شغلانات تقنية وأكاديمية. الناس فاكرة إن ده هو مفتاح النجاح، لكن الحقيقة هو بس جزء من الصورة. لأن على الجانب الآخر عندنا الذكاء العاطفي أو ال EQ، وهو قدرتك إنك تفهم نفسك وتفهم مشاعرك وتعرف تتعامل مع مشاعر غيرك. هو وعيك باللي بيحصل جواك وإزاي تتحكم فيه. والذكاء العاطفي بيشمل حاجات كتير، زي الاستماع، الوعي الذاتي، التحكم في النفس، التعاون، إدارة العلاقات، وحاجات غيرهم كتير. بتقدر بالذكاء العاطفي لما تتنرفز تهدي نفسك، لما يكون في حد حواليك متضايق تحس بيه وتدعمه، لما تختلف مع مديرك أو زميلك تعرف تتكلم من غير ما تخسر. الذكاء العاطفي بيأثر على جوانب كتير من شخصيتك، بيأثر في الحياة الشخصية، في العمل، في العلاقات العاطفية، وحتى في صحتك النفسية. خليني أقولك إن الأبحاث بتقول إن 80% من أسباب النجاح المهني بيرجع للذكاء العاطفي مش العقلي. ليه؟ لأن في الشغل أنت بتتعامل مع ناس مش ورق، هتتفاوض، هتحل مشاكل، هتتحمل ضغط. جولمان بيقول في كتابه إن القادة الحقيقيين مش دايما أذكى ناس في القاعة، لكن أكثر ناس عندهم حس إنساني عالي، لأنهم بيعرفوا يقودوا فرقهم ويفهموا احتياجاتهم ويحفزوهم. مثال بسيط: في شركة فيها 2 موظفين من نفس الدرجة الوظيفية ونفس المهارات. واحد كل شوية يدخل في مشاكل مع زمايله، والتاني دايما بيحافظ على علاقاته وبيقدر يتفاهم. مين اللي هينجح ويتقدم أسرع؟ الذكاء العاطفي هنا هو الفارق. ونقدر ندعم الموقف ده بمقولة دانيال جولمان اللي بتقول ال IQ ممكن يخليك تتوظف، لكن ال EQ هو اللي بيخليك تنجح. تعال معايا نجاوب على كام سؤال وخليك صادق مع نفسك. لما بتتعصب بتتصرف ازاي؟ هل بتعرف تعبر عن مشاعرك بوضوح؟ بتفهم لغة جسد اللي حواليك؟ طب هل انت بتعرف تحفز نفسك لما تكون محبط؟ دي أنواع من الأسئلة اللي المفروض تجاوبها عشان تعرف نفسك أكتر ويكون عندك وعي ذاتي. وفي تمرين بسيط اسمه قف، لاحظ، استجب. الهدف من التمرين ده هو التحكم في الانفعالات ورفع الوعي الذاتي وتقوية الذكاء العاطفي. طب ازاي بنعمله؟ كل مرة تحس بانفعال قوي زي غضب، إحباط، خوف، جرب ال3 خطوات. 1. قف، خد نفس عميق وامنع نفسك من الرد التلقائي. 2. لاحظ، اسأل نفسك بسرعة: ايه اللي خلاني احس كده؟ هو الشعور ده حقيقي، مبالغ فيه، مألوف؟ 3. استجب، اختار رد فعل واعي يخدمك مش يضرك. ممكن ترد بهدوء، أو حتى تأجل الرد، أو تنسحب مؤقتا. الجميل يا صديقي إن الذكاء العاطفي مش ثابت، بالعكس بيتطور بالتدريب والملاحظة. وقبل ما أقفل الحلقة خليني أقولك اقتباس مميز بيقول: الذكاء العاطفي مش رفاهية، ده مهارة أساسية للنجاح في الحياة والشغل والحب. لو الحلقة دي لمستك أو حسيت إنك محتاج تشتغل أكتر على وعيك بمشاعرك، شاركها مع حد يهمك.
واسمع الحلقات اللي فاتت. كل حلقة من كلمة ونص بنحاول نلمس حاجة صغيرة ممكن تغير يومك أو حتى حياتك. أشوفك الحلقة الجاية. دي كانت كلمة ونص. لو عجبتك الحلقة شاركها مع اللي بتحبه، واستنى الحلقة الجاية. كل كتاب وراه فكرة، وكل فكرة ممكن تغير.